اسمع يا ابن الناس، لو دخلت عليك مرة تانية لقيتك عمال تلعب في الموبايل وسايب أكل عيشك، مالكش مكان في المشروع بتاعي. السلام عليكم. كتير من أصحاب المشاريع بيكون عندهم سؤال في نهاية كل شهر: أنا كسبت ولا خسرت؟ وما بتكونش عنده الإجابة واضحة. أنا هنا عشان أعرفك إزاي تعرف إذا كنت كسبت ولا خسرت في نهاية كل شهر بمعادلات بسيطة عن طريق الإكسل في أقل من 10 دقايق. أنا جمال إبراهيم ودي قناتكم قناة مشروعك. طيب هنفتح مع بعض ملف جديد. هنا هنكتب البيانات. البيانات دي اللي هي الحاجات اللي أنا دفعتها والحاجات اللي أنا كسبتها. يعني إيه؟ يعني مثلا هنا البقالة. البقالة دي اللي هي البضاعة اللي هي مثلا إيه؟ سكر، شاي، بسكوت، الكلام من ده. مشروبات اللي هي مثلا مشروبات غازية، كوكاكولا، سيفن، فيروز، الكلام من ده. سجاير، اوعى تشرب سجاير، السجاير مضرة بالصحة وتسبب العقم. نيجي بقى للجزئية اللي بعديها: إيجار. دي احنا كده هنبتدي بقى في الدفع، ربنا يستر. إيجار اللي هو الإيه؟ المحل، ما أنا مش واخده تمليك، معيش فلوس. بعد الإيجار الرواتب. جايب واحد معايا وصل البضاعة لمدام سونيا ومدام محاسن والكلام من ده. بعد كده البضاعة نفسها اللي هي الحاجات اللي أنا جبتها من المورد عشان أبيعها للناس. بعديها مثلا كهرباء. بعديها مثلا مصروفات إضافية. مصروفات إضافية يعني الواد عايز يشغل نت وهو قاعد معايا ملان مثلا، فأنا جبت له باقة نت طول ما الدنيا فاضية يشغل الموبايل بتاعه. طيب البيانات دي متقسمة لحاجتين: إيرادات اللي هي الفلوس اللي داخلة، ومصروفات اللي هي الفلوس اللي طالعة. طيب الإيرادات: البقالة 15,000، بسم الله ما شاء الله، حاجة حلوة. المشروبات 3,500. السجاير 2000. الإيجار 4000. الرواتب 3,500. عايز أقلله الواد ده الراتب وياخد كتير أوي. البضاعة 8000. الكهرباء 500. ومصروفات إضافية 300. طيب إيه اللي هيحصل بعد كده؟ إن أنا أجمع الكلام ده، يبقى هنا هنكتب المجموع. طيب المجموع إن أنا أعمل يساوي، وبعد كده هقلب لإنجليش sum، وبعد كده هعمل السهم وأروح محدد كل الكلام ده، وبعد كده أضغط انتر. طلع لي 16,300. هل هعمل المعادلة دي تاني؟ لأ. في علامة زائد صغيرة اهي، أسحب هنا، جابت لي المجموع هنا. حلو الكلام. كده أنا جبت الإيرادات والمصروفات. طيب أنا أعمل الكلام ده في جدول، هروح محدده كده كله سحب وإدراك وكنترول تي. بيقول لي your table has headers، عنده في العناوين بتاعته. اضغط اوكي. كده عملت ايه؟ الجدول ده مش عاجبني، فهروح لهوم بعد ما احدده واعمل all borders اللي هي كلها ايه. وعندنا هنا المصروفات والايرادات والبيانات، نضغط على هوم ونعملهم في النص، ونكبر شوية هنا ونكبر، يعني كده بقت واضحة. طيب الشكل ده برضو ممكن مش مناسب لبعض الناس، اروح انا عند الجردل ده واخليه ابيض. بس كده. نيجي بقى للجزئية هنا دي: الارباح. ايه الارباح يا معلم؟ ده الفرق. هنقلب الت وشيفت عشان كان كاتب على انجليش. الارباح ممكن نعمل دي كده دمج اللي هما الدالتين دول مع بعض، وهنقول ده بيساوي الايرادات ناقص المصروفات، واضغط انتر. طلع الربح 4200. طيب احنا كده ممكن نضيف رسم بياني للكلام ده. هنحدد هنا المجموع بتاع الإيرادات والمجموع بتاع المصروفات،
كلمة الإيرادات وكلمة الإيه المصروفات. نضغط على insert recommended chart، نضغط على all charts، نضغط على ده مثلا، وبعد كده نضغط اوكي. عايزين نعمل السايز بتاعه عشان السايز بتاعه يكون زي الجدول كده، نحركه كده عشان يبقى جنب الجدول، يعني نصغر فيه شوية، ندخله هنا شوية كده تمام. طبعا هنمسح رقم 1 دي، فكده باين الإيرادات والمصروفات. ماشي. طيب الإيرادات هنعدل اللون بتاعها، نضغط رايت كليك هنا واللون نخليه اللون الأخضر. مصروفات نعدل رايت كليك هنا ونختار اللون الأحمر. إيرادات باللون الأخضر والمصروفات باللون الأحمر. هنا برضو ممكن نخلي الأرباح باللون الأحمر باللون الأخضر عشان دي أرباح، فالأرباح باللون الأخضر. أعتقد كده واضحة. نعمل بس الشارت تايتل هنا، نكتب الفرق بين الإيرادات والمصروفات. طيب الكلام ده كبير شوية، فنروح مصغرين سيلكت ده ونصغر الايه الكلام، نخليه مثلا على 12. بس كده الفرق بين الإيرادات والمصروفات واضحة. ده العنوان. الأخضر هنا جايب على 20500 اهي، الأحمر جايب على 16300. واضح الفرق ما بين الاتنين. أدي الأرباح، أدي الايه البيانات كلها، موضوع واضح. الكلام كله ما خدش 10 دقايق. طيب انت كده عرفت الارباح بتاعتك كام، المصروفات اللي انت دفعتها قد ايه، والايرادات الفرق ما بين الاتنين، جبت الارباح. الموضوع بسيط، مش محتاج برنامج معقد ولا تكلفة، بالاكسل تقدر تجيب كل حاجة. اتمنى الفيديو يكون عجبك، يا ريت تشاركني الاعجاب وتضغط اشتراك في القناة. ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم على sum if. موضوع sum if ده موضوع مهم جدا. ازاي تحدد منتج معين الارباح فيه كانت كام، او ازاي تحدد تاريخ معين خلال الشهر الارباح فيه كانت كام. يلا اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله.